اللي قدامك ده سكوتر كهرباء بيتأجر في العيد للأطفال الصغيرة عشان إيه يلعبوا بيه وكده. وصاحبه اللي بيأجره عطل منه مرة واحدة ومبقاش يجيب بنزين أو كهرباء بمعنى أصح. فجالي بيه قال لي السكوتر دوت مش عايز يمشي وبتاع، فاحنا عايزين نغير الكتلة اليمين عشان ما بتجيبش كهرباء. وعشان نغير الكتلة اليمين فهي أولا غالية، لو حد يعرف سعرها يكتب لي في الكومنتات عشان ما اعرفش سعرها بصراحة كام. وثانيا عشان يغيرها لازم يغير دي مع دي كتلتين مع بعض، فتكلفة هتبقى جامدة عليه. فطبعا احنا فكينا الكتلة من مكانها وطلعنا منها القباضه اللي هي ديت. طالما اشرح لكم ليه السكوتر دوت بيحصل فيه العيب دوت. شايف حته المعدن دي؟ حته المعدن دي حته فبر لازق عليها حته معدن بتوصل يعني نقطه تلامس في السلوك دي، بتعمل شبه توصيله فبتوصل الكهرباء او اوردر بيخلي السكوتر دوت بتاعنا يتحرك. فاللي بيحصل ان الحته الفبر ديت عاملينها ضعيفه، يعني بص من تحت هي مكسوره اهي، وانا من هنا مثبتها وعتك عليها في اللحام دوت عشان خاطر تثبت اكتر. ثبتها فهي بتبقى ثابته كدهوت، فمع القرص والحركه الكتير بتاعت العيال الصغيره بتتقطم من مكانها، فهتتقطم تروح واقعه جوه، اصبح كده مفيش حاجه بتوصل كهرباء فالسكوتر ما يمشيش. فطبعا انت عشان تغيرها لازم تغير كل دوت، فحرام. فزي ما انتم شايفين احنا هنا حلينا العيب دوت، لحمناها وان شاء الله يعني ما تقعش تاني، وهنركبها جوه هنا في السوسته بتاعتها بتاعت الراجع وهتشتغل ان شاء الله.